فلاش انفو. مستمعينا تحية طيبة. بلغنا أن رضيعا اختفى من مستشفى الأطفال بباب سعدون بالعاصمة في ظروف لم يتبين إلى حد الآن من هو الخاطف وهل تم اختطافه بالفعل أم أن العملية مجرد اختفاء. على العموم ملابسات ما جرى إلى حد الآن مع السيد هشام المد بالملحق الإعلامي بوزارة الداخلية. مرحبا سي هشام. مرحبا، انا مش ملحق اعلامي، المكلف مهم لدى السيد وزير الداخليه. المكلف بمهمه لدى السيد وزير الداخليه، تفضل. ساعه نحبوا اهلنا الكل ينتبهوا، لانه فما مراه معناها يعمل 40 سنه من العمر نتاعها، لابسه فولاره والا خمار مارون، دخلت وقدمت روحها على اساس خالة الطفله وتحيلت على العاملين في المستشفى وهزتها، لفتها في كوفرتوره خضراء وزير بيستاش. دونك احنا ماذا بينا من كل من تجي معلومه من الناحيه هذه يعلم شرطه المجلس 197. متى الى حد الان؟ مع العلم عمرها تقريبا 40 يوم. اسمها لينا. دونك مهم ياسر اذا كان واحد اي مواطن ياخذ علم هكا في معناها شخص ما عندوش بيبي، فجاه طلع عنده بيبي ولا يشوفوا مراه هذا بيبي ولا كذا ولا يدخل فارماسيه ولا كذا، ما يعلم 197. باهي، واضح. على كل حال وصلت الرساله. سي هشام المد المكلف بمهمه لدى السيد وزير الداخليه، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. نحن في متابعه لملابسات هذه القضيه واطوارها وسنوافيكم بالتفاصيل في ابانها. فلاش انفو.